في خناقه بينه وبين الواحد في المعديه بسبب الاطفال، توك في المعديه، فنزل وساب العربيه من ورا، العربيه رجعت بالظهر يا فندم. المفروض يكون في حمايه في المعديه تحمي العربيات اللي بتركب. العربيه رجعت يا فندم فيها 26 واحد، 7 نطوا لهجلاهم وفي 21 توفوا. يعني سبب الحادث خناقه يا فندم في المعديه بين السواق وبين واحد ثاني يا فندم كان معاه. يعني العربيه وقعت في الميه ما كانش فيها سواق؟ لا ما كانش سواق، كان لوحده يا فندم بره. السواق كان بيتخانق بره العربيه؟ بره المعديه وكان مدور العربيه يا فندم. كان مدور العربيه ونزل ورا وعطاها غيار كمان. العربيه اتطورت رجعت بالظبط. حضرتك شاهد عيان على الواقع وشفت اللي حصل ده؟ وشفت الجثث اللي طلعت يا فندم لحد دلوقتي 11 جثه طلعوا. البنات اللي طلعت دي هي اللي نطت من 7 يا فندم نطوا ودخلوهم بتوع المعديه، وفي يا فندم 19 حاله لسه منهم 11 حاله طلعوا، وفي 8 لسه في المعديه. 19 حاله وفاه من 15 يا فندم ل 14 سنه. الرئيسه بتاعتهم عندها 39 سنه فقط. شغالين في شركه اسمها وفره بتاعت عنب على الصحراء يا فندم، مدخل ابو غالب. وفره للعنب عماله يا فندم، بتيجي كل يوم من الساعه 7 للساعه 3 العصر. شغالين معانا في نفس العنب فندم. فيا فندم احنا بنطالب اهم حاجه الكوبري ينتهي والمعدات تتلغي خالص، لان كانت حادثه في نفس المكان يا فندم. ما ينفعش. لا نفس المنطقه ونفس المعدات هي والمجالس المحليه ساكته يا فندم، ومجلس البلديه ساكت، والمحافظ موجود الناحيه الثانيه اهو. شاهد عنها على الواقع بنفسه. يا فندم الارواح دي في ذمه الناس كلها لغايه يوم القيامه. ارواح البنات ديت مين المسؤول عنها؟ اسر يا فندم اكثر من 26 اسره اتدمروا. ولحد الان ما شفناش اي حاجه، ولسه في لغايه دلوقتي تعمل حالات في الميه عالم هيطلعوا امتى. فالمفروض يكون في حمايه اكتر من كده يا فندم، ومنطلب ان الكوبري ده ينتهي فورا. يا اما يخلصوا الكوبري يا يشطبوا نهائيا. فاحنا بنوجه رساله يا فندم لمحافظ الجيزه يا فندم.